مثلا تلاقي مواقف مستفزة جدا، وخاصة اللي كان بيتفرج على افلام ابيض واسود بتاعت زمان، تلاقي كده فرح وعاملين دوشة وعاملين هيصة وفي رقص ومغنى وكده، تلاقي رقاصة عمالة ترقص وتقول ايه صلي على الزين، صلي على الزين صلي. طبعا الكلام ده كلام مش حلو خالص. طب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عالي المقدار وعالي الخلق وعالي في كل حاجة، وربنا سبحانه وتعالى لما حلف بخلقه ما قالوش انت خلقك كويس، قال لا انك لعلى خلق عظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى حلف بمقدار خلقه خلقه. كمان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خلق مبرئا من كل عيب. يعني ايه فيما معناه العلماء بيقولوا اللي هو خلقت كما تشاء، يعني زي ما انت عايز انت خلقت. فطبعا احنا بنتكلمش على حد واحد صاحبنا مثلا في مدرسة او بنت زميلتنا او كده، لا احنا بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجنة خلقها عشانه. اللي في مقولة أنا قريتها وحابة اللي أنا ننقلها ليكم من خلال البرنامج ومن خلال الموقف ده بالذات، اللي سيدنا آدم لما جه يتوب فيعني إيه حلف ربنا بمقدار النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا استغرب قوي، قال له انت ازاي عرفت اسم حبيبي؟ قال له لقيتك يا رب كاتب في الجنة كل حاجة محمد رسول الله محمد رسول الله، فعرفت اللي انت مش بتحلف بحد هين، فحلفتك بمحمد عليه الصلاة والسلام. فشوفوا مدى جمال حب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده احنا حلقتنا النهاردة توجيهية اكتر، وعايزين نفهم الناس، هل انت من الناس اللي بتصلي على النبي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم ما هتصلي عليه هتكون قريب منه، وربنا هيعلي مرتبك، وربنا هيحط عنك 10 خطايا ويزودك 10 حسنات، وربنا كمان هيصلي عليك زي ما انت بتصلي على الحبيب؟ ولا انت من الناس اللي هو تقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مواقف ما تلقش بمقدار النبي العظيم عند ربنا وعندنا احنا كمان كمسلمين؟ حلقتنا النهاردة بتفهم الناس انت مين في دول، انت مين من الناس دي، انت فعلا بتصلي على النبي حق مقداره العظيم؟ اكيد احنا طبعا مش هنعرف نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حق مقداره العظيم، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلانا نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد، احنا ما بنصليش عليه، ده ربنا هو سبحانه وتعالى هو اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب جميل جدا في ضوء الموضوع ده حابة ان انا اقول شوية حاجات منه جميلة قوي وصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب يا جماعة اسمه كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار. كتاب حاجات منه جميلة قوي وصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب يا جماعة اسمه كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار. كتاب جميل جدا للعارف بالله عبد الله بن محمد. الكتاب ده بيتناول صيغ كتيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. واللهم صل على سيدنا محمد. الكتاب فيه زي ما احنا قلنا صيغ حلوة قوي، احنا طبعا مش هنقولها كلها، بس هنقول شوية صيغ حلوة جدا جدا جدا. اهم حاجة طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، والصيغه اللي معانا دي جميله جدا. اللي عايز يا جماعه يكتب الصيغ دي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيها يا ريت، واحنا كمان هنكتبها ونحطها كده في لوجو على الجروب بحيث ان كل الناس تعمل شير والموضوع ده ينتشر ويبقى كل البروفايل بتاعنا كله صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بننبه يا جماعه علينا كلنا وعلى كل الناس اللي بتسمعنا وما تعرفش ايه يعني البرنامج بتاع انت مين فيهم برنامج بيتناول قيمة سيئة وقيمة حسنة، والنهاردة بنتناول قيمة سيئة مش بس مش في مفهومها حاشا لله طبعا، لا في اللي هي العادة السيئة اللي جرت على نفوس الناس، اللي تلاقي مثلا واحدة بترقص وما فيهاش اي حشمة تلاقيها عمالة تقول صلي على الزين صلي، وتلاقي مثلا الاغاني كلها شغالة واللهم صلي على سيدنا محمد والناس كلها بترقص، تلاقي مثلا واحد بيعاكس يعني معاكسة بتاعته مش لذيذة خالص ومش ظريفة، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نغض بصرنا. تلاقي اللهم صل على جمال النبي، تلاقي مثلا واحد متضايق وعمال يشتم يا عم صلي على النبي. وكمان الحاجه بقى المستفزه اللي ظهرت جديده، ودي مش جديده ولا حاجه بس دي فعلا كلمه مستفزه، تلاقي الناس ايه ما كسبش حاجه، يعني تلاقي مثلا راح مشوار ودفع ومش عارفه ايه، تلاقيه بقى رد مستفز جدا، واحنا كسبنا ايه بقى غير الصلاه على النبي؟ يا انت كسبت ايه غير الصلاه على النبي؟ يا ريتك تكسب الصلاه على النبي. انت ما تعرفش يعني ايه النبي، ما تعرفش مقداره العظيم عند ربنا ايه. حلقتنا النهارده حلقه توجيهيه قوي، حلقتنا
النهارده يا رب يا رب زي ما ربنا سمح لنا اللي احنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر بعض الصيغ اللي يعني العلماء كتبوها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اشفع لنا بالحلقة دي اللي احنا نلول شفاعته ونول اللي احنا نحشر معاه يوم القيامة في الجنة بإذن الله، ويشفع لنا ويكون حبيبنا وشفيعنا زي ما هو في عيوننا يكون كمان في قلوبنا. اللهم ارزقنا حبه وحب من أحبه وحب عملا يا رب العالمين يقربنا إليه ويقربنا إليك يا أرحم الراحمين. الصيغة اللي معانا النهاردة وهي صيغ كتيرة قوي. أول صيغة معانا اللهم إنك إنا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، اللهم فهب لنا منها ما يرضيك عنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا نكمل مع بعض بقية الصيغ، وإن شاء الله كل الصيغ دي يا جماعة هتنزل على جروب برنامج انت مين فيهم، علشان كلنا نعمل تشير ليها وكل الخير ينتشر. وخلي بالكم اللي من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وكمان مش كده وبس، ده انت كل ما بتصلي عليه بتكسب 10 حسنات وبينحط عنك 10 خطايات. تخيل. ومش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عليك. ومش كده وبس، ده انت هيتفرج لك كروبك. تعالوا نرجع بعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله مع اسرار اكتر عن كنوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن الناس قالوا ايه في الموضوع ده. بس نرجع الفاصل الجاي مع الاسرار بتاعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا